أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. إليكم التفاصيل. شهدت منطقة شمهروش بإقليم الحوز حادثا مأساويا يوم الجمعة الماضي، حيث لقي 4 سياح مغاربة مصرعهم نتيجة استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسيلة تدفئة تقليدية. وفقا للمعطيات المتوفرة، فقد كان الضحايا وهم 5 سياح مغاربة ينحدرون من مناطق مختلفة من بينها الصويرة ونواحي أكادير، قد استأجروا غرفة في منطقة شمهروش ليلة الخميس الماضي، ومع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة لجأوا إلى إشعال موقد فحم تقليدي للتدفئة داخل الغرفة المغلقة، مما أدى إلى انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون طيلة الليل متسببا في اختناقهم. أسفر الحادث عن وفاة 4 سياح جميعهم تجاوزوا سن 40، من بينهم امرأة، بينما نجا الشخص الخامس بأعجوبة. ووفقا للمصادر المحلية، فقد تمكن الناجي الوحيد صباح الجمعة من الخروج من الغرفة زحفا ليخبر السياح الذين كانوا في طريقهم نحو قمة تبقال بالحادث. هؤلاء بدورهم أبلغوا عناصر الدرك الملكي الذين تدخلوا على الفور لإنقاذ الناجي ونقل جثث الضحايا باستخدام الدواب نظرا لوعورة التضاريس وصولا إلى منطقة أرمد، ومن هناك نقل الناجي إلى المستشفى بمراكش، فيما تم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات بنفس المدينة. يعرف غاز أحادي أكسيد الكربون بالقاتل الصامت نظرا لكونه عديم اللون والرائحة، وغالبا ما ينبعث من وسائل التدفئة التقليدية وسخانات المياه في الأماكن المغلقة، وتحذر الجهات المختصة من خطورته، داعية المواطنين والسياح إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة، خصوصا في المناطق المرتفعة ذات الطقس البارد. تبقى هذه الحوادث المأساوية تذكيرا بضرورة الوعي بخطورة التدفئة غير الآمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تكرار مثل هذه المآسي. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في أمان الله.